في الوقت اللي انا بتكلم معاكم فيه بيحصل انقلاب. لو انت ماشي او كنت ماشي او حتى ماشي او انت ماشي، لو انت واقف او كنت قاعد او حتى قاعد او انت واقف، سماها مصدق اتهزت في الارض ترج جبال، شايف تمثيل بتنط الحبل والفيل يركبها جمال، كانت فضاء بتغزو الارض مع احتلاله علينا فرق، الارض بتهبط خلق بتهرب هو في وسط الزحف بيضرب تحت لتحت قلبها فحم، تعالوا مصفح تعقيد بحت، هجدان ده ولا عقل؟ لا ده العقل رفض العقل، مستر هارون عقل مجنون نزل على الكوكب. اهلا بكم في قناه مستر هارون الرسميه. احمد هارون معاكم. دلوقتي في حاجه بتحصل في تركيا غريبه جدا. في انقلاب عسكري. انا طبعا ماليش دعوه بالانقلاب، ماليش دعوه باي حاجه. انا جاي اقول لكم بس على الحاجات اللي عماله بتحصل دلوقتي في تركيا وايه حيثيات الموضوع وممكن يحصل ايه بعد كده. طبعا ممكن يحصل ايه بعد كده، كل المصريين شاطرين وعارفين ايه اللي هيحصل بعد كده. اكيد يعني احنا كلنا عارفين ايه اللي هيحصل بعد كده. مش معنى ذلك ان في مصر حصل انقلاب عسكري لا سمح الله، انا ما بتكلمش في النقطه دي ومش عايز اربط الاحداث اللي بتحصل دلوقتي باي دوله. موضوع السياسه ده نقفله خالص. انا جاي اتكلم في نقطه بس ايه، احنا جايين نعمل حاجه فاني وبنقدم ماده دمها خفيف. ربنا يستر على اللي هيحصل عندهم هناك، لان بجد في دم كتير قوي عمالين بنشوف على شاشات التلفزيون. حتى اردوغان هرب، اردوغان ما هربش، اردوغان هرب، اردوغان ما هربش، كل دوت هيبان بكره. ممكن يطلع بالنقاب في المنصه ويقعد يتكلم زي ما حصل قبل كده. في حاجات هتحصل كوبي بس، فاحنا كده كده مش هنستغرب اصلا لان احنا شفنا الموضوع دوت. انا ما كنتش متوقع ان اردوغان يحصل عنده انقلاب. ده دليل ان في تفككات معينه حصلت. اللي قام بالانقلاب دوت القوات البريه ورئيس القوات الجويه. فكون ان رئيس القوات البريه ورئيس القوات الجويه يعتبروا الاثنين اقوى جبهتين موجودين في الجيش كله، وده تعداد مش قليل خالص. ان هو طبعا الجيش لازم يسمع كلام القائد. رئيس الاركان في كلام ان هو بيقولوا ان هو مات. تركيا مقلوبه راسا على عقب. في كلام بيقولوا ان محطه السادات اللي موجوده في تركيا اتقفلت. في اغنيه دلوقتي ايهاب توفيق وحكيم بيحضروها عشان خاطر شعب تركيا العظيم، شبيهه كده بتسلم الايادي، واللي بيلحنها برضو مصطفى كامل. انا مش عايز اهري كتير، انا كنت عايز اتكلم كده في السريع معاك وعايز ادردش. انتوا طبعا بتهيألي عرفتوا كل المواضيع بتاعت تركيا عامله ازاي. عايزكم تطمنوا، عايزكم تنبسطوا، الدنيا كويسه. اهم حاجه انتوا تكونوا كويسين واحنا نكون كويسين. لكم مني ارق التمنيات. كان معكم مستر هارون.